جيش واحد شعب واحد، 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 جيش واحد شعب واحد. لا محمية في جبل الحسانية. في جبل الحسانية، لا محمية في جبل الحسانية. تحية لكم جميعا أهلنا كلكم، شرق وغرب وشمال وجنوب. أول حاجة نحن بنحييكم كلكم ونقول لكم ده حقكم وتستحقوه، وأنا سويته. كان في زول ثاني داير يمشي يكسر ويمشي يكسر. متأكدين أنه أنتم أهل البلد وما في زول بيقدر يفرض عليكم حاجة، ولا في زول بيقدر يسوي لكم حاجة الناس ما قبلنا. عشان كذا نحن حاجة الناس ما قبلنا ما بنسويها، حاجة ما مرضية الناس ما بنسويها. ونحن نقول لكم المسألة دي نحن نبدأ فيها من بكرة، نلقى لها الطريقة اللي بتحل لكم منها حل نهائي بدون رجعة إن شاء الله. نحن طبعا اول حاجه بنبارك لاخواننا العرسان كلهم. نحن عارفين ال 300 دي شويه، نحن كلمنا باقي الناس قلنا لهم امشوا لجوا، امشوا النيل الابيض، امشوا حتات ثانيه كملوا فيها الشغلانيه دي ان شاء الله. فربنا يهنيهم ويجعلوا لهم بيت مال وعيال. انا لا اقول لكم حاجه مهمه جدا، جمعتكم دي هسه هنا ده بتدخل عليها ناس هناك في الخرطوم، دخلهم يتخلعوا كلهم. الناس في الخرطوم مما يشوفوا لهم الناس جمعوا زي ذيل بيتخلعوا.
نوم ما بنوموا بخافوا. احنا بنطمنهم نقول لهم والله دير اهلنا ودير ناسنا. صحيح احنا اللي قوامين وهم عزوتنا وهم يدنا اليمين، لكن الكلام ده ما بنقول والله نحن ما قادرين نعمل انقلاب ولا قادرين نغير الوضع الحاصل. اطمئنوا ما تخافوا ما تتخلعوا ما تخافوا. نحن شايفين انه امبارح الكابوشيه ده كله النار بتخلعوا، هسه الليله ما بنوموا. همنا الاول وقضيتنا طالما احنا قاعدين فوق نشوف للناس مشاكلهم ونعالج للناس مشاكلهم ونحل لهم. نحن كان دايرين نسوي انقلاب يوم 25 ما كان في زي قاعد لليله برا الناس اللي بتتكلموا دي. نحن ما بنعمل انقلاب ولا عندنا رغبه نعمل انقلاب، ونحن اتفقنا وقلنا كلمه رجال هناك ونحن رجال عند كلامنا. الاتفاق الاطاري اللي خايفين ننط منه ده ما بننط منه، بنمشي فيه لغايه ما نكمله، بنمشي فيه بيفهمنا، بنمشي فيه بيراينا ان احنا بوحد السودانيين، لكن ما بنتراجع منه ولا بننط من كلامنا اللي قلناه، عشان ما اللي كله يتخلى يقولوا دارين نعملوا الانقلاب، دارين يتراجعوا، دارين يعملوا كلام. نحن بنحييكم وبنقول لكم مطالبكم كلها ذكرتوها دي مطالب مشروعه. انا جيت البلد دي كثير هنا وجيت الجبال ده دخلت فيه كلهم، عارف الناس عايشين كيف هنا وعارف البيت هنا والثاني زول كان جلس ظل يلحقوا ذاته ما في، وشفت الناس بيجيبوا المويه كيف هنا وشفت الناس بيردوا كيف، وكله عارف الكلام ده. ونحن بكل اسف في دولتنا دي قاعدين ناس وعندنا ناس عايشين العيشه دي، انا متاكد في ناس ما شافوها ولا سمعوا بها. في ناس ما قايلين الجبال دي ذاته فيها ناس، قايلين انها كلها خلوا فيها صيد وما قايلين فيها زول ذاته. عشان كده نحن بنقول لاهلنا الناس اللي قاعدين برا وصابرين ومستحملين شايلين هم اهلهم وعيشتهم ومعيشتهم، نحن واجبنا نقيف معاهم، نقيف معاهم بكل بروحنا دي نقيف معاهم. نحن من الجيش من القوات المسلحه، عايز رئيس الاركان قاعد، نحن نلتزم معانا الوالده وبالمركز اللي بنقدر نمرقه، ما نخلي المنطقه دي محتاجه لها لخدمه ضروريه. نبدا من السي من هنا ده لغايه اخر الاسبوع اللي زعفين بيجي ان شاء الله. الله اكبر. ونبني مدرستين الله اكبر من الجيش وشفخانتين، ده كله نحن نسويه ورانا نكلف ناس العسكريين من بكره يجيبوا الاسعافين ويبنوا المدرستين ويبنوا المركزين الصحيين. وعندنا حفاره حقت المويه، حفاره بتحفر الابيار دي، بنجيب لنا واحده نقعدها هنا. الله اكبر الله اكبر. بنجيب لنا حفاره دي تقعد هنا، ده محل ما في مويه، قالوا المويه بتمرق الحفاره تمشي تشتغل لناس تجيب لهم مويه. نحن ناس الشرطه في مركزهم، اذا ما في مركز يفتحوا مركز هنا، ده قاعد الوالي قاعد ومدير شرطه الولايه قاعد. الله اكبر. نحن دايرين نقول لكم حاجه، نحن معاكم وانتم ديروا عشانكم وعشان السودانيين كلهم، ما عندنا حاجه بتوقفنا ولا عندنا حاجه بتحوزنا. نحن دايرين نوفق السودانيين، نسعانا ان السودانيين يتوافقوا ويتحدوا ويقفوا يد واحده عشان نطلع بلدنا دي. بلدنا دي كلها ماشيه في مهاوي وماشيه في مشاكل بتاعت فرقه وبتاعت استقطاب وبتاعت عداوه مع بعض. نحن انكم تتوحدوا كلكم عشان تقدروا تبنوا بلدكم، تتوحدوا عشان تساعدوا بعض وتقفوا مع بعض. البلد دي بلد فيها خير كثير، بلد زراعه، بلد الحجر ده ذاته معروف وفيه شنو. الناس كان بيبقوا يد واحده ما في مشاكل، بيقدروا يستفيدوا من خيراتهم دي، بيقدروا يبنوا ويقدروا يزرعوا ويقدروا يبعدوا المشاكل. احنا هسه 3 سنين ودي سنه من الرابعه قربت تنتهي، ما انجزنا حاجه.
قاعدين نتغالب بس هناك في الخرطوم ننظر. انت خاين وانت معاي وانت مع زيد وانت مع عبيد. الله اكبر. الكلام ده كفايه، الناس ملوا منه، الناس ملوا من النظم الكثير ده. نحن دايرين الحل اللي بيوحد السودانيين والحل اللي بيلم السودانيين. عشان كده بنقول لاي زول يا اخي براك ما تمشي، براك ما بتعمل شيء، اقعد لم الناس، اقعد وحد الناس. الدول اللي حوالينا دي فيها دول قامت فيها حروب عشرات السنين، مئات السنين، وبعد الناس صافوا وقعدوا والان قاعدين يبنوا في دولهم. نحن نقعد انا ما قبلان بده وده انا زعلان منه وبقعد معاه وذاك صفته انا ما بقابله، ده كلام ما بيبني دوله، ده كلام ما بسوق له دوله. رجال الدوله بيستحملوا بعض، رجال الدوله بيقبلوا بعض، رجال الدوله بيقبلوا الاخر، بيقبلوا رايه بيقيموه. اي زول عندهم له قيمه، اصغر زول لاكبر زول، كلهم عندهم قيمه متساويه، ما في زول اقل من زول، ما في زول عنده فهم اعلى من الزول الثاني. نحن كلنا كسودانيين اتفقنا انه والله يجب ان نمسك في بعض مما بدات التغيير ده في 2019. قلنا نحن نمسك في بعض عشان نمشي قدام سوا، نمرق بلدنا دي ونخليها تجي فيها حكومه منتخبه. انتوا هنا ده ترشحوا الزول الدايرينه، اي ناس في اي حته يرشحوا الزول الدايرينه ويحكموا. عشان كده انا عبركم دار اوصل رساله لاخواننا هناك في الخرطوم او في المركز او السياسيين قاعدين يتخلعوا هسه هناك من الوقت جالس يقوموا كلهم ملوزين هسه. يا اخي الناس ديل ما ضدكم ولا نحن ضدكم، نحن كلنا قلنا كلام وملتزمين به. نحن عملنا اتفاق عشان برضه الناس يكونوا متنورين، نحن عملنا اتفاق فيه قضايا تناقش حاجات الدوله، لكن قلنا هذه القضايا اتفقنا على قوه معينه نسهلها مع بعض. هو دي فيها كل القوة، ما فيها زول برا مصري ما عدا المؤتمر الوطني والله الناس كانوا ثاني ما في، الباقيين كلهم موجودين. عشان كده قلنا لا نجوا، ما قلنا يجي، لا قلنا يجي مؤتمر وطني ولا قلنا يجي زول مع مؤتمر، قلنا الناس يجوا السودانيين اللي ما عندهم كيان، ما عندهم جهة، ما عندهم شيء، همهم البلد وهمهم بلدهم، دارين يبنوا بلدهم، دارين يبنوا ناسهم، دارين يخرجوا الدولة دي عشان الناس يفضلوا يجوا يقدموا خدمة للناس المحتاجين لها دي. هسه انتوا نحن من بيت الطريق 4 سنين جد لكم شنو هنا ده؟ ولا في شيء غير الناس مشاكلهم زادت زياده. على العموم نحن زي ما انتم عاهدتوا نحن نعاهدكم، ونحن مالين، نحن كقوات مسلحه مالين يدنا بيكم. الله اكبر والله. مالين يدنا بالشعب السوداني، وانتم جزء من الشعب السوداني. نحن حياتنا اللي بنسوي فيها كل دي عشان الشعب السوداني، ليش ده ما شعب من الشعب السوداني ما جاي من برا ولا جاي من حته ولا ضد زول ولا عنده عداوه مع زول، لكن نسعى كأنه نحصل على قاعدة معقولة من التوافق كلنا نشتغل فيها وانتم تكونوا راضيين بها والناس الثانيين يكونوا راضيين بها وتمشي بيننا لقدام ان شاء الله. ربنا يقويكم وربنا يحميكم ويحمي لكم ويحمي لكم جويكم ده. ما محمية، احموه انتوا ديل، ما في زول يجي يحمي لكم. نحن من السين. ان شاء الله. نحن من السنين بنقول لاخونا الوالي برضه المنطقه دي الحكومه، انت ما حكومه هنا الوالي اجي يشوفها من السنين بكره، اجي يشوفها ويقعدوا كان في تخطيط، كان في تكسير، كان في ناس دايرين مشاريع زراعيه، كان في زول داير اي حاجه يبدا فيها يشتغل فيها. عندنا ناس على السفن
السجن في المحميات دي ذاته هسه حاليا في السجن. نحن مشاكل حصلت في الفترة السابقة دي كلها الناس إن شاء الله يقدروا يعالجوها العلاج الصحيح. لكم التحية ولكم التقدير، ونحن والله وقفتكم دي أدتنا سند وأدتنا قوة، وعرفنا أن والله البلد دي فيها ناس بيحرسوها وفي ناس بيحموها وفيها ناس واعيين وعاقلين، وكلام سمعناه من قياداتكم هنا بكفي أن والله السودان ده في ناس حارسينه، السودان ده في ناس حارسينه غير الناس اللي بيحرسوا السلاح، في ناس مواطنين حارسين السلاح السودان ده وحارسين البلد. نحن بنقول لاخواننا العرسان ثاني ربنا ان شاء الله يزيدكم ويعمركم ويعمر بكم بلدكم ويعمر بكم اهلكم، والف مبروك وان شاء الله بيت مال وعيال، وان شاء الله نتلاقى في زواج ثاني. اخوانكم قالوا نمشي له هناك في النيل الابيض، نحن نمشي له هناك في النيل الابيض ان شاء الله في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.